السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذه الفيديو. اليوم جبت لكم محاجب حارين على حبه واحده بواحد الحشو وبنين بزاف، مع واحد لاستيوس تخلي لك لاباط تاعك تنعجن وحدها وتولي تتكسل معاك فاسيلمون. وبلا ما نطول على خواتاتي نروحوا للوصفه وطريقه التحضير. هنا عندي الكيلو تاع الفارينه من لا مارك رياض ودايرته متوسط، ما راهش رطب، متوسط. عندي الماء اللي يكون دافي، نضيف معاه مغرف تاع فارينه ومغرف تاع ملح. هنايا المغرف تاع الفارينه والمغرف تاع الملح لازم لها تكون كبيره. هنايا نخلطوا الفارينه والملح مع السميد تاعنا ونبدو نلمو في لاباط تاعنا. هنايا لازم لاباط تاعنا ما تكون يابسه وما تكون طريه بزاف. هنا نبدا نلم ونعجن فيها، نلم ونعجن فيها حتى لين نتحصل على عجينه متماسكه، يعني ما هيش طريه بزاف وما راهيش يابسه بزاف. وهنا لازم تضيفي الماء غير بشويه باش ما يغلبكش. هنا لو كان تضيفي الماء على ضربه واحده غادي يغلبك وتجيك لاباط تاعك جاريه. وهنا بعد ما لاباط تاعنا تلمت لنا، هنايا نحطوها فوق البلان دو طرافاي ونبدو ندلكو فيها. وهذه لاباط ما غاديش تحتاج دليك بزاف، يعني 10 دقائق في المره الاولى و10 دقائق في المره الزوجه. وهنا كاين لاستيس اللي تخلي لاباط تاعك تنعجن وحدها. هنا نديروها في كيس، هذه لاباط تاعنا نديروها في كيس ونخلوها تريح. هنا لازم الساشي تزيروه مليح كما انا راني نزير فيه، خاطر شي الا كانت الهواء لاباط تاعنا غادي تيبس وغادي تخسر لك لاباط. وهذه هي لاستيس اللي قلت لكم عليها، غادي تخلي لكم لاباط تاعكم تتندلك وحدها. هنايا انا كنت غليت الماء في الكيكوطه، في هذاك الغيسيبيون درت فيه الماء حامي اللي كان في الكيكوطه. وهنا نبلعوا الكيكوطه تاعنا عادي بالبلع تاعها ونخلوها، ومره على مره تحلي الكيكوطه وتقلبي هذاك لاباط، تقلبي هذيك لاباط تاعك، نقلبوها ونخلوها فوق هذاك الماء سخون. وكي يبرد هذاك الماء نعاودو ندفو ولا نحمو الماء في حاجه واحده اخرى ونردوها في هذاك الغيسيبيون. دوك نوري لكم هكا، وتخلو هذاك الفوار يطلع على هذيك الكيكوطه، والكيكوطه ثاني راهي حاميه. وهنا نروحوا للحشو اللي غادي نديروه في المحاجب. هنا عندي 3 حبات بصل طحنتهم شويه في الاشوار. هنا عندي لاصوص تاعي اللي طحنتها في الاشوار، عندي 5 حبات طوماطيش. وهنا عندي 3 حبات فلفل حلو درته ثاني في الاشوار، طحنته شويه وقلحت له هذاك الماء تاعه. هنا لي زيبيس عندي فلفل، كمون، راس الحانوت، وعندي بودره الثوم، وعندي سكنجبير وزعتر. وهنا عندي مغرف تاع طوماطيش تاع القوطي. كي تقلى لنا البصل مليح نضيفوا له الفلفله. هنا لازم الفلفله تتقلى مع البصل مليح باه تطرى وما تقعدش يابسه. انا نخليها تتقلى ونولي لهذاك لاباط اللي درتها في الكيكوطه. هنايا نحلو الكيكوطه تاعنا بعد ما كنت قلبت لاباط تاعي مرتين، ما قلبتهاش بزاف. شوفوا لاباط تاعنا كي راهي ما شاء الله، راهي طريه ما شاء الله. شوفوا يا البنات، هذه الطريقه تقلع عليكم التعب تاع الدليك. انا يا بقوه اللي كنت ننظر بالدليك والله ما وليت ندير لهم المحاجب ولا المدلوك ولا المسمن، ما وليت قاع ندير لهم. بصح من نهار اللي تعلمت هذه الطريقه، شوفوا لاباط تجي تتكسل غير وحدها، تجي ما شاء الله. من نهار اللي تعلمت هذه الطريقه قلت لكم وليت مره على مره نخدمها لهم. شوفوا هنايا نديرو شويه ما في يدينا ونبدو ندلكو فيه. وهنا ما 10 دقائق تكوني مكملاتها، تبدي تضيفي في الماء هكا غير بشويه حتى اللي تحسي لاباط تاعك صايره هي واجده. وهنايا السر اللي قلت لكم عليه ولا لاسيس اللي راني باي نقول لكم عليها، هي انه كيفاش تعرفي لاباط تاعك راهي مخصوصه ما ولا ماهيش مخصوصه ما. كيما راني ندير قدامكم هكا، تحطي لاباط فوق البلان دو طرافاي وتحطي يدك عليه، هي يدك تلصق مي هذيك العجين ما يلصقلكش في يدك. هنايا نبدو نلمو في لاباط تاعنا، نلموها شويه. وهنا بعد ما لميتها نجيبو الزيت، نجيبو هنايا الزيت ندير فيه يديا وندير في لاباط تاعي باش ما توليش تلصق لي.
وندير فوق البلان دو ترافاي باش نحطها وما تلصقليش فوقه، ونبدو نقطعو فيها كيما هكا دي بول صغار. كل وحده وكيفاش تقطعها. انا هذه الكميه خرجت لي 14 حبه، انا نكملهم كامل ونرجع معكم. وهنا بعد ما كملناهم نبدو ندهنوا فيهم هكا بالزيت ونغطوهم ونخلوهم يرتاحوا. انا خليتهم 4 سوايع وهما يرتاحوا. هنايا من رانا في البرد لازم نخلوهم وقت طويل وهما يرتاحوا. بصح في وقت في الصيف ولا في النهار اللي يكون حامي نورمال تخلوها نص ساعة ساعة وتبدو تخدموا بها. وهنا بعد ما طابلنا البصل تاعنا والفلفلة نضيفوا الطوماطس اللي كنا طحناها، ونضيفوا المغرف تاع طوماطس تاع القوطي، ونضيفوا لي زيبيس ونخلوهم يتقلاو. وهنا لازم لاصوص تاعنا تتقلى مليح حتى اللي ينشف كامل هذاك الماء تاعها. وهنا بعد ما تقلت لنا لاصوص تاعنا ونشوف كامل هذاك الماء تاعها نخلوها تبرد حتى من تبرد مليح ولاباط تريح مليح. كل وحده وكيفاش تخلي لاباط تاعها. هنا في البرد ما تخافيش منها. كاين اللي تخليها من الصباح حتى للمغرب تخدم بيها، وكاين اللي ديرها في الليل والصباح تخدم بيها. هذه هي. وهنايا بعد ما ريحت لنا لاباط تاعنا وبردت لنا لاصوص تاعنا، روحنا جبنا هذاك بابي كويسون قطعناه كيما هكا مربع كبير. انايا عندي الحبات تاوعي راني مكبرتهم ودهناه كيما هكا بالزيت. هنا نجيبو لاباط تاعنا ونبدو نحلو فيها. هنا نحلوها غير شويه في الاولى ومن بعدها نقلبوها ونبدو نخدموا فيها. هنا كي تقلبيها تعطيك الطوع بالخف تنحللنا. وهنا نبدو نحلو فيها من الجناب هكا كيما راكم تشوفوا نرقوها مليح وما نحلوهاش غايه في الوسط، نخلوها شويه غليظه ومن بعد كينا نجبدو. ذاك نوري لكم كيفاش درت. شوفوا دروك نقعد نجبد فيها هكا ونرقق فيها من الوسط ونبدا نجبد فيها ثاني هكا من الجناب. لازم نرقوها مليح ومن بعد نبدو نطبقوا فيها. شوفوا هنايا نجيبها طبقها شويه ونجيب الجهة اللي كنت جبتها وكانت طويلة عندي بزاف لازم نلقيها مع الأولى اللي كنت طبقتها. هنايا الصورة راهي واضحة. هنايا نديرو لافاخس تاعنا نديروها على شكل مربع، نبدو نمشو فيها هكا. هنايا الحشو اختياري، كاين اللي بغى يدير هنايا فرماج، كاين اللي بغى يدير الطون، كيما انا اكتفيت غير هكا بلا صوص وصاي. هنايا نجيبو هذوك الاطراف اللي كانوا باقينا ونغلقوا بها. هنا نعاود ندير معكم حبه واحده اخرى. هنا شوفوا نبدو نديروا لها هكا في الزيت ونحلو فيها شويه ومن بعد نقلبوها ونبدو نحلو فيها. شوفوا كي راني نحل فيها، تبدي تحلي لها في الاطراف. شوفوا راني غير في الاطراف راني نجبد فيهم. حلوا الاطراف تاعها حلوهم مليح ومن بعد نرفدوا لاباط ونكسلوها كما راكم تشوفوا. هنايا كسلناها تكسلت مليح. هنا ولا حبه تقطعت معايا. شوفوا كامل الحبات خرجوا ما شاء الله. وهنا نجيبوا هذاك الفوقاني هكا نطبقوه ونزيدوا نلقوه هذاك التحتاني مع الاول اللي كنا طبقناه. شوف كيما هكا. هنايا الحبات كامل يجونا شابين كيما هكا. هنا نسقموها مليح ونديروا لافاخس نديروها على شكل مربع، نحلوها مليح ونغلقوا بالاطراف تاعها. هنا انا نكمل كامل هذه الكميه ونرجع معكم. شوفوا البنات هنا درتهم يطيبوا فوق الحديده تاع الرقاق باسكو الطاجين صغير وما يرفدليش الحبه تاعي راهي كبيره. شوفوا خرجوا ما شاء الله. هنايا شوفوا ترفدوا هذيك البابي كويسون تاعكم وتحطوها تنحط معاكم فاسيلمون، ما غادي تغبنكم، ما غادي تلصق لكم في البابي. وهنا بعد ما كملتهم كامل شوفوا كيفاش خرجوا. والله خرجوا ما شاء الله، صدقوني خرجوا بنان، خرجوا ما شاء الله. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير ونتهلاو في رواحكم وفي فيديوهات اخرى، وما تنساونيش بالجيم وكومنتير وابوني للقناه. باي باي.